النهاردة هنتكلم عن أقدم حاجة ساقعة في مصر، وهي سبيروس باتس. إذا كنت من جيل الخمسينات أو الستينات أو حتى السبعينات فبالتأكيد أنت كده فاكر أقدم حاجة ساقعة في مصر، وهي سبيروس باتس، واللي كان المشروب الرسمي للعيلة على السفرة مع وجبة الغداء أو وقت وانت رايح على البحر أو في الحفلات. ولكن إيه هي أسباب اختفاء أول مشروب غازي في مصر بعد ما كان بيتفوق على مشروبات غازية عالمية زي كوكاكولا وبيبسي؟ بدأت رحلة أول مشروب غازي في مصر سبيروس باتس لما جه سبيروس باتس اليوناني الأصل في عمر 15 سنة عشان يدرس في المدارس المصرية ويتعلم اللغة العربية. وبعد كده قرر سبيروس باتس إنه يفتح مصنع كبير في مصر في شارع عماد الدين في وسط البلد لتصنيع المشروبات الغازية، ليصبح بعد كده سبيروس باتس هو المشروب الغازي الرسمي عند المصريين بنكهاته المختلفة. قررت شركة سبيروس باتس إنها تاخد شكل مميز ترسمه على إزازة المشروب الغازي ويبقى الشعار الرسمي ليها، ووقع اختيارهم على رسمة النحلة، واللي اعتقد الكثير من المصريين طول السنين اللي فاتت إن الرسمة اللي على الإزازة دي هي الدبانة مش نحلة. وبيرجع سبب اختيار عيلة سباتس لرسمة النحلة على أزاز الحاجة الساقعة سبيروس باتس لأنهم كانوا في اليونان من أشهر العائلات المالكة لمناحل العسل، فقرر سباتس تكميل مسيرة عيلته في مصر، فحط رسمة النحلة على الأزايز عشان تصبح أشهر دبانة في التاريخ المصري. النجاحات اللي حققها سباتس في مجال المشروبات الغازية خلته يحصد الكثير من الجوائز، وكان أهمها سنة 1941 لما حصل على ميدالية ملك مصر فاروق الأول في المعرض النوعي الثاني للصناعات، متفوقاً على أكتر من 56 مصنع صغير لصناعة الكازوزة والصودا والشربات. طب سباتس اختفت وراحت فين؟ على الرغم من النجاحات اللي حققها مشروب سباتس في عهد الملك فاروق وعبد الناصر وتشجيعهم للصناعات الوطنية، إلا إنهم اتوقفوا عن استخدام منتجات سبيروس باتس في عهد الرئيس الراحل السادات، لتختفي أسطورة أول مشروب غازي في مصر سبيروس باتس، ويبدأ عصر جديد لكوكاكولا والبيبسي. وعلى الرغم من الاختفاء الطويل لمشروب سبيروس باتس واللي استمر عشرات السنين، إلا إن بسبب الظروف الحالية وتشجيع المصريين للمنتج المصري ومقاطعة المنتج الأجنبي، بدأ مشروب سبيروس باتس في الظهور مرة تانية وبقوة في الأسواق. وياريت كلنا نشجع منتجات بلدنا كلها، مش بس مشروب سبيروس باتس، وكل الدعم لمنتجاتنا المصرية المتميزة. وبس كده، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد.